أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم احتضان أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا يوم 13 يناير الجاري مراسيم قرعة كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب الشهر القادم. وكشف فيفا في بلاغ رسمي عبر موقعه على الإنترنت أن قرعة الموندياليتو ستجرى بأكاديمية محمد السادس في التاريخ المذكور لتحديد مباريات دور ربع ونصف النهائي. ويحتضن المغرب مسابقة كأس العالم للأندية في الفترة ما بين الفاتح وال14 من فبراير القادم، كما سبق أن نظم المسابقة ذاتها عامي 2013 و2014 وتوج بها كل من بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني تواليا. ويمثل نادي الوداد الرياضي المغرب في هذه النسخة المونديالية للمرة الثانية في تاريخ النادي بصفته بطل للقارة الإفريقية بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية من نهائية دوري الأبطال. تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة ستعرف مشاركة 7 أندية من بينها 3 أندية عربية وممثل واحد لكل من دوري أبطال أوروبا وكونكاكاف وأوقيانوسيا وليبرتادوريس. وفيما يلي قائمة الأندية ال7: الوداد المغربي بطل إفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، الأهلي المصري وصيف بطل إفريقيا، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، فلامينغو البرازيلي بطل ليبرتادوريس.